هلا يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم النهارده في الفيديو الثالث من سلسله اساسيات التستنج. النهارده هتكلم معاكم عن انواع التستنج المختلفه اللي بتتعمل على السوفت وير. الموضوع مهم جدا عشان تفهم ايه الانواع اللي ممكن تستخدمها في كل مرحله من مراحل المشروع. يلا بينا نبدا. النوع الاول معانا هو الفانكشنال تيستنج. ده النوع اللي بيركز على التستنج، ازاي نعمل تيستنج لوظائف السوفت وير. ببساطه بنتاكد ان البرنامج بيشتغل زي ما المفروض يشتغل. طيب ادينا مثال على كده. لو انا عندي برنامج وعايز او سوفت وير او ويب سايت وعايز اعمل عليه لوجن، فالمفروض ان احنا بنتاكد ان اليوزر لما بيدخل الاسم ويدخل الباسورد مظبوطين يقدر ان هو يدخل على الحساب. يبقى كده السوفت وير بتاعي او الويب سايت بيعمل الشغل المفروض يعمله بالظبط. موضوع سهل وبسيط. طيب هل في تحت الفانكشنال تيستنج انواع تانية من التستنج؟ اه طبعا. في عندنا حاجة اسمها اليونت تيستنج، وفي عندنا حاجة اسمها الانتجريشن تيستنج، وفي السيستم تيستنج، وفي الاكسبتنس تيستنج. كل نوع من دول بيعمل وظيفة مختلفة. يعني على سبيل المثال اليونت تيستنج ده بنختبر فيه كل حاجة لوحدها او كل مديول لوحده شغال كويس ولا مش شغال كويس. الانتجريشن تيستنج انا بتاكد ان المديولز مع بعضها او الوحدات او الايتمز مع بعضها، الايتمز المختلفه بتشتغل مع بعضها كويس. السيستم تيستنج انا من اسمه بعمل تيستنج للنظام ككل، هل النظام ككل شغال كويس ولا لا. الاكسبتنس تيستنج ده بتاكد ان المنتج النهائي او السوفت وير النهائي جاهز للمستخدم ان هو يجود ويوز ات. طيب تعالى نروح للنوع التاني، النون فانكشنال تيستنج. النوع ده بيركز على حاجات غير الوظائف. زي ايه؟ زي الاداء والامان وسهولة الاستخدام. ده النون فانكشنال تيستنج. طيب هل في امثلة على النون فانكشنال تيستنج؟ طبعا. في انواع من التستنج كامثلة للنون فانكشنال تيستنج زي البرفورمانس تيستنج، وده بنشوف بيه هل البرنامج سريع ولا بطيء مثلا. وزي السكيورتي تيستنج ده بنتأكد من اسمه، باين من اسمه ان احنا بنتأكد هل البرنامج ده آمن ضد الهاكينج مثلا، ضد الاتاكس، هل هو سكيور انف ولا لا. زي اليوزابيليتي تيستنج، هل البرنامج ده سهل ويوزابل في الاستخدام ولا لا. أهمية النوع ده ان هو بيضمن تجربة مستخدم مميزة وجودة عالية للبرودكت او للسوفت وير اللي انا شغال عليه. طب ايه الفرق ما بين الفانكشنال والنون فانكشنال تيستنج؟ الفانكشنال تيستنج ده بيركز على إجابة سؤال هل البرنامج بيعمل المفروض يعمله زي ما قلنا قبل كده، هل بيأدي الوظيفة بتاعته فعلا. لكن النون فانكشنال تيستنج بيركز على إجابة السؤال بتاع هل البرنامج ده بيعمل الوظيفة بتاعته دي بكفاءة وسهولة وأمان ولا لأ. فبالتالي في variation أو في اختلاف ما بين الفانكشنال تيستنج والنون فانكشنال تيستنج. طيب في انواع تانية غير الفانكشنال والنون فانكشنال تيستنج؟ طبعا في انواع تانية كتير جدا، بس تعالى ناخد 3 امثله. زي مثلا الريجريشن تيستنج. الريجريشن تيستنج والسموك تيستنج والاكسبلوراتوري تيستنج دي 3 انواع غير الفانكشنال والنون فانكشنال. الريجريشن تيستنج ده هو النوع التيستنج ان انا بتاكد اللي انا بتاكد بيه لما بضيف اي فانكشنال جديده للسوفت وير ان مفيش حاجه تانية باظت، وان مفيش حاجه تانية اتاثرت، وان كل حاجه شغاله زي ما هي. طب السموك تيستنج، السموك تيستنج ده انا بختبر بيه البيزك فانكشنالز بتاعتي بشكل سريع. والاكسبلوراتوري تيستنج ده التستر بيجرب بيه البرنامج او السوفت وير او الويب سايت من غير خطة محددة، علشان يكشف مشاكل او يستكشف مشاكل غير متوقعة، كأنه يوزر عادي بيعمل اكسبلوراتوري لأي ابلكيشن او اي ويب سايت انت لسه كيوزر داخل عليه جديد. انا عايز اقول لك الخلاصة او النهاية ان انواع التستنج كتير، وكل نوع ليه دور معين في ضمان الكواليتي بتاعة البرودكت بتاعك. المهم انك تعرف تختار النوع المناسب لكل مرحلة من مراحل المشروع. وركز على الحتة دي انك تعرف تختار النوع المناسب لكل مرحلة من مراحل المشروع. لو عايز تعرف اكتر عن انواع او عن نوع معين او عندك سؤال معين اكتب لي في الكومنتس. متنساش تعمل سبسكرايب عشان ما تفوتش الفيديوهات الجاية. وعايز اقول لكم ان انا عملت جروب على الفيسبوك
اسمه فيوتشر تيسترز، علشان انزل عليه الفيديوز اول باول، ويكون في نيجوشيشن عليه لو في حد مثلا عايز يسأل على حاجة. كمان الفترة الجاية ان شاء الله هشرح ال ISTQB Foundation Level Version 4، تقدروا توصلوا لها بسهولة برضو. فلو سمحت لو عجبك الفيديو اعمل شير، وقول لاصحابك وضيفهم على الواتساب جروب، الفيسبوك جروب. هسيب اللينك تحت في الديسكريبشن، وكمان لينكد ان بتاعي عشان بنزل عليه بوستات مفيدة ليكم ان شاء الله. Thank you for watching، وانك فضلت معايا لحد هنا، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. شاكر جدا، سلام.